بما ان النهارده الفري وكده، فكنت قاعد كده بتابع اداء الاسبوع في الدايت وكده علشان برضه ما اعكش الدنيا جامد. وبعدين لقيت ان انا عندي عجز في البروتين شويه. انتوا عارفين البروتين الحيواني يعني غالي شويتين. فقلت ادور على بدائل رخيصه عشان الواحد يعني يقدر يوازن بين الدنيا ويخلي الدايت مرن برضه شويه. وفي نفس الوقت قلت اكلم الولاد كده، انزل اقابلهم واقعد معاهم شويه، نغير جو او نغير هدومي ونتوكل على الله. الواحد دايما محتاج يبقى دماغه فيها مرونه شويه، بيحتاج يبقى في فليكسبل شويه مع الناس. يعني مفيش اتنين شبه بعض في 5% من الدماغ والتفكير والاراء والشخصيه. ممكن تتشابهوا في الاراء، تختلفوا في الشخصيه، تختلفوا في التفكير. انت ليك دماغك وتفكيرك وارائك وكل حاجه تخصك. يعني اللي بيخليني ان انا اروح اقابل واحد افكاره مختلفه عني واراءه وكل حاجه وشخصيته وكده، وان هو يقعد معايا وان احنا نتقابل وان احنا نكون علاقات، اساسا هو ان الواحد يبقى عنده مرونه في تفكيره وفي عقله، وان ما يبقاش متمسك هو بارائه هو وكلامه وان هو دايما الصح والكلام ده كله. المرونه دايما مهمه لبناء العلاقات وتطويرها. يعني المرونه مهمه في توسعك وفي انتشارك وفي ان الناس تعرفك اكتر ويبقى متقبل بين الناس، وان ارائك تبقى مسموعه كمان. دوت من المرونه. يعني كل ما تبقى مرن ده معناه انك هتسمع للناس اكتر، والناس هتحس براحه معاك. فلما انت تبدا ارائك وتقول حاجاتك اللي عندك، الناس هتبدا تقتنع بكلامك، وناس كتير كمان هتمشي عليها. اعتقد ان المرونه الفكريه من اهم العوامل اللي انت محتاجه تبنيها في شخصيتك. يعني كل ما تبقى مرن اكتر، كل ما دايرتك في العلاقات هتوسع اكتر، كل ما هيجيلك فرص اكتر، سواء في شغل بقى، في جواز مثلا، في اي حاجه انت هتقابلها هتلاقي فرص كتير جدا. كل ما دايرتك توسع كل ما فرصك توسع. كل ده بيجي منين؟ انك توسع هنا. امشي على نص الحديث، نص الشنب على الشفايف وسيب لك شويه. انا دايما لسه مقصرها ولا زي حالات كام يوم يوم ما بيطلعوش لحيه ده كانت عامله كده. طلع بيخلص. يعني عجودي املس لا بيطلع برضه، ده في ناس لسه شايف لسه عامل شويه اللي هم لسه عامل امبارح لسه وعلى عادي في ايه عملته بتاع لما قلت من اهم بقى عوامل المرونه، او يعتبر اهم عامل في المرونه، هو انك تبقى صبور اصلا. انك تصبر على اللي بيتقال قدامك، انك تصبر على الافكار اللي بتطرح، انك تصبر على المواقف اللي بتحصل. فانك تبقى مرن فكريا، انك تبقى مرن في كل حاجه، انك تتقبل اللي قدامك على عيبه وعلى وحشه قبل الحلو، وانك تبقى مش متقبل بنقد، يعني مش متقبل بضيق، انت متقبل ونوعا ما في صدر رحب، ان انت مش باغض الشخص اللي قدامك. طبيعي الناس تختلف، الناس اختلفت في الاديان، والناس اختلفت في الانساب، والناس اختلفت في كل حاجه. محتاجين نوسع فكرنا شويه ونمرن عقولنا ان احنا نبقى متقبلين كل حاجه بتحصل حوالينا. واحد راجل عايز يطلع جبل، فوق الجبل في مكان كده الناس بتطلع تتشمس فيه ويقعدوا يشربوا حاجه وياكلوا حاجه، قضى يومه كله بيتسلق الجبل. ولما طلع فوق لقى واحد راجل صيني قاعد متمتع بالشمس، فقال له انت تعبت على ما طلعت؟ انت بالك قد ايه هنا؟ قال له ابدا ما تعبتش خالص. قال له طب عملت ايه؟ قال له المره الجايه لما تيجي لف كده ورا الجبل هتلاقي في تلفريك يطلعك هنا بدولار. لكن في ناس بتدور على كل الكلاكيع اللي في الدنيا ويستخدمها، وبعدين يقعد يصرخ، وبعدين يقعد يحقد على ان هم بيوصلوا لاسرع الطرق. فتبص تلاقي المرونه التامه، ان الشخص المرن زي ما ده قانون من قوانين العقل الباطن اسمه قانون المرونه. الشخص الاكثر مرونه يعمل حاجتين: يتحكم في حياته ويحقق اهدافه، لانه مرن. لان ممكن تكون ملتزم ومصمم على هدفك، لكن تكون مرن في اسلوبك، ومهما حصل بتلاحظ وتدرك وتكون مرن في اسلوبك وتحطه تاني في الفعل لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك ان شاء جبت الله. الحاجات اللي ناقصاني ودلوقتي هخزنها. هنبدا بالفاكهه. اول حاجه ده هنا تفاح، عندنا تين، ماشي، دول الفاكهه اللي جبناهم. بعد كده عندنا نواشف. جبت بروتين نباتي، فول، نص فول ونص حمص ونص عدس. وجبت ايه تاني؟ رحت السوبر ماركت جبت لتر لبن، وصديق الجيم من اي حد الشوفان، ونص اللبن كمان عشان كان عليه عرض، ربع جبنه قريش. ولقيت الاختراع دوت مكتوب عليه هاي بروتين، فهنجربه كده، ولو جت فرصه نقول لكم نظام. واخر حاجه، توست لقيته غالي فعديت على الفرن
جبت توست ناشف او بيقولوا عليه شابوره، بس نبدا نخزن الحاجه دي. هنتكلم في حاجه اهم دلوقتي، وهي فكره المرونه الفكريه مع افكارك نفسها. بمعنى ايه؟ يعني ان انت العوامل اللي حواليك في الدنيا مش ثابته، وانت مش متحكم في كل حاجه فيها، فانت محتاج تتاقلم مع اي تغير بيحصل في الدنيا، محتاج تغير افكارك على حسب التغيرات اللي بتحصل حواليك. ليه الشركات الكبيره دايما بتبقى ناجحه؟ او ايه اللي بيخليها شركات كبيره من الاساس؟ لان بيكون عندهم مديرين متقبلين لاي تغيير بيحصل في السوق، وبيسعوا سريعا ان هم يغيروا من نفسهم بناء على التغيرات اللي بتحصل في السوق. تبقى زي الكروما افكت، اللي هو زي السحليه بتغير من نفسها وتتاقلم على كل بيئه هي بتروح لها. انت محتاج تعمل كده. انت كل ما البيئه تتغير حواليك، كل ما العوامل اللي حواليك تغير من افكارك وتغير من طريقه تفكيرك عشان تتاقلم على الوضع الجديد وتبدا تتقدم. اكتر الناس اللي بتفشل ممكن يكون اغلبهم اذكياء كمان، والناس الاقل ذكاء منهم بيبقوا انجح منهم، لان هم عندهم قابليه التغيير، عندهم مرونه فكريه ان هم دايما يواكبوا سواء السوق او الدراسه او ايا كان اي حاجه بتحصل، هم مواكبين لاي تغير. دوت اللي بينجح فرد عن التاني ويخلي الناس دايما مواكبه لاي تغير بيحصل حواليك. فعلشان كده لازم تبقى مدير افكارك ومدير نفسك، وتبدا تغير من نفسك مع اي تغير بيحصل حواليك، وتبني افكارك دايما قابله للتغيير، ونسعى دايما نكون احسن. سلام.